مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج ملفات. النهارده الثلاث 18/4/2017. النهارده بنتناول في حلقتنا ملف هام جدا، هو ملف محصول القمح مع بدايه الحصاد والتوريد. الحصاد هيبتدي يوم السبت، بدأ من يوم السبت الماضي 15 ابريل وحتى 15 يوليو القادم. وزير الزراعه واستصلاح الاراضي الدكتور عبد المنعم البنا اعلن ان اجمالي المساحه المنزرعه بالمحصول هذا العام بلغت حوالي 3,136,000 فدان. وزاره الزراعه اعلنت ان عمليه توريد المحصول لحساب الهيئه العامه للسلع التموينيه تتم وفقا للضوابط المعلنه بالقرار الوزاري المشترك لوزارات التموين والزراعه والماليه، وبالاسعار التي تم الاعلان عنها، وهي الاسعار 575 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قراط، و565 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23 قراط، و555 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قراط. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلف مدير المديريات الزراعية بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعي القمح خلال عمليات الحصاد وتوريد المحصول من خلال النزول الدائم للمزارعين في الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول. وزير الزراعة قال كمان انه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، على أن يتم النقل منها إلى الشون والصوامع من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. وأوضح وزير الزراعة أن المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم نظير تسليم القمح خلال 72 ساعة على الأكثر، مشددا على نزول كافة قيادات ومسؤولي الزراعة بالمحافظات المختلفة للمزارعين في الحقول ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أي عقبات أو مشاكل تواجههم والعمل على حلها على الفور. النهاردة هنتكلم على هذا الملف بالتفصيل، خاصة خلينا نبقى صراحة، هذا البيان وهذا الكلام كل سنة بنسمعه، نقاط وتسهيل توريد وأسعار هيتم يعني سدادها خلال 72 ساعة. نتمنى ان كل الكلام اللي انا قلته دلوقتي يكون فعلا كلام على أرض الواقع. هنفتح هذا الملف مع ضيفي الكريمين الدكتور خالد عبد العزيز عياد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية، والأستاذ عصام بدوي رئيس تحرير الأهرام الزراعة. لكن بعد ما نشوف تقرير الزميل نعيم إبراهيم حول بدء موسم حصاد القمح ونرجع مرة تانية لحضراتكم، فابقوا معنا. مع بدء موسم حصاد محصول القمح لهذا العام في مختلف محافظات الجمهورية، يأمل الفلاحون أن يعوضوا خسارتهم في المواسم السابقة من خلال تلافي سلبيات الموسم الماضي. هو السعر بتاعه حلو مظبوط. كان السنة اللي فاتت ب 420 و 415، والسعر السنة دي حلو الحمد لله. الفلاحين متعودين يبيعوا للتاجر، والتاجر بياخد الكمية يسلمها 5 طن 10 طن. هو حدد السعر حلو ماشي، وزرعت قمحة قدامك اهو، بس فين بقى اللي هياخد، اللي هيقبل فين؟ مش لاقيه. عاوز ان هو يفتح الجمعية مثلا تستلم، يكون فيها واحد واقف بيجيب بيستلم ويدفع الفلوس. ما انا مش لاقي فين اللي هيستلم. الفايدة كلها للتاجر. انا كفلاح برش وبخدم ويجي ايه اخر السنة التاجر هو اللي بياخد الميزة بتاعتي. انا تعب. انا نفسي ان هم يستلموا من الفلاح حضرتك، نفسي ومن عيني ان الدولة تستلم من الفلاح نفسه عشان انا استفيد، انما دلوقتي جري كله بياخد التاجر حضرتك. مع بداية موسم القمح بنحتاج ان نلاقي في حد ياخد القمح، محصول القمح، لان طبعا كل سنة يقول ان الجمعيات هتلم والشون هتلم وبتاع الكلام ده، ونرجع ان ما فيش ولا شون ولا جمعيات تلم.
عايزين بس الناس تاخد تيجي، يعني مثلا الحكومه هي اللي تلم الكلام ده عشان ما يحصلش زي ما حصل السنه اللي فاتت، في قمح يخش كده وقمح يخش كده. بالنسبه للقمح يعني محصول السنه دي ان شاء الله هيبقى كويس وهيبقى وفير وبتاع، والانتاجيه ان شاء الله هتبقى زي الفل السنه دي ان شاء الله. بس فعلا احنا مش عايزين زي كل سنه نترمي في حضن التاجر. انا هروح احصد القمح والتاجر بيجي يشتري مني، بياخد الاول 5 كيلو زياده وبياخدوا اقل 20 30 جنيه. عندنا جمعيه زراعيه هاي وعندنا منفس وعندنا بنك، ما يستلموهش ليه مني؟ لازم انا اروح للتاجر دلوقتي؟ انا مش هبدا بال10 15 جنيه اللي ياخدهم التاجر من ورايا. طب ما هم هيستلموا. هم هيستلموا؟ لا، الجمعيه ما بتستلمش. عندنا بقول لك انا 3 منافس هم، جمعيه زراعيه ومنفس زراعي وبنك تسليف، ما بيستلموش منا. احنا بندي التاجر والتاجر بيودي بعيد، ليه هم ما يستلموش منا هنا؟ القمح يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية في مصر التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم اليومي، وتقليل الفاقد الكمي من هذا المحصول هدف قومي لتقليل استيراد الأقماح من الخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. برحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الدكتور خالد عبد العزيز عياد، الاستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعيه. منورنا يا دكتور. اهلا بيك. مركز البحوث الزراعيه. اوكي، هم الرجاله بقى. طيب وكذلك ضيفي الاستاذ عصام بدوي رئيس تحرير الاهرام الزراعي. منورنا يا استاذ. اهلا بحضرتك يا فندم. خليني ابدا بس قبل ما اتكلم على المشاكل اللي عرضت في تقرير الزميل نعيم ابراهيم الخاصه بالفلاحين ومساله توريد القمح، اتكلم مع دكتور خالد. المساحه المنزرعه في مصر قمح قد ايه يا دكتور؟ يعني هي حوالي بتاع 6 مليون. 6 مليون فدان. طيب بنتكلم على 6 مليون فدان ومتوسط 17 اردب تقريبا. ده للفدان. للفدان تمام. دكتور، في مركز البحوث الزراعيه ما فيش خريطه كده تقول والله احنا كمصريين محتاجين عشان نحقق اكتفاء ذاتي من القمح كام طن في السنه، وبالتالي نعمل خريطه زراعيه نقول فيها المفروض نزرع كام فدان قمح، خاصه ان احنا بنتحدث في سلع استراتيجيه. وللاسف يعني لما نقرا الاحصائيات ان كل 5 ارغفه بيتناولهم المواطن المصري 4 مستوردين واحد. ده حقيقي بننتجه. مفيش خريطه زراعيه. لا، في خريطه وبتقول كمان ان احنا ممكن نعمل اكتفاء ذاتي. انما هي المساله ان المنظومه الحاجه بين المزارع لما بيوصل للحكومه والحكومه للمنتج النهائي، كل الحاجات دي بيحصل فيه لعب، فبتقل في حاجات كتير بتبوظ. فائد بتروح كتير. غير طبعا الشركات اللي بتستورد اقماح خلط الاقماح المصريه عاليه الجوده بالاقماح المستورده، وفارق السعر بين ده وده. طبعا مافيا تجار. المافيا التجار دي اثبتت التجربه الفعليه في الايام اللي فاتت ان احنا مش قادرين عليها كحكومه. صعب، لان مافيا دوليه ومافيا كبيره جدا. علامه استفهام كبيره يا استاذ عصام ان الدوله ما تبقاش قادره على المافيا دي. وخلينا افتكر مع حضرتك الحلقه اللي عملناها الخاصه بمساله توريدات القمح العام الماضي والمهزله والكلام اللي شفناه يعني والطوابير الطويله هي المافيا اكبر من الحكومه؟ الناس دي اكبر من الحكومه؟ طيب انا بس في البدايه انا احب اشير لحاجه معينه لبعض الاحصائيات عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين بالظبط. اولا احنا نعتبر اكبر دوله مستورده للقمح في العالم. تمام. احنا نمبر 1. بنستورد ما بين حوالي 10 ل 11 مليون طن سنويا. احنا استهلاك المصريين تقريبا بيتراوح ما بين 14 ل 15 مليون طن. فبالتالي واللي بيطلع من الارض الزراعيه يعني ممكن على اقصى حدود يبقى 4 مليون طن اللي بنزرعه هنا. فاحنا الباقي بيتم استيراده ومناصفة ما بين وزارة التموين وما بين القطاع الخاص. ده 5 وده 5. تمام. الفيزيتا دي بتاعة الاستيراد بتكلف مصر حوالي تقريبا ما بين 13 ل 15 مليار جنيه سنويا قمح. طبعا بعد تعويم الجنيه والدولار القفزه اللي حصلت نقدر نضرب الرقم ده في 3، فانت بتتكلم في 36 ل 40. خليه في 2. ده 4. طبعا الدولار كان ساعتها ب 5 جنيه ونص، النهارده 18 جنيه. بالظبط. فحضرتك احنا بنتكلم عن قمح وذره، نفس الحكايه، نفس الفيزيتا. فبتتكلم في محصولين
بس بيكلفوا مصر سنويا حوالي 70 أو 75 مليار جنيه. فده أدعى إن احنا لازم نهتم شوية بالزراعة المحلية، وده محصول استراتيجي مهم جدا لازم احنا نزرعه، لأن دايما يقول لك الفلاحة هي التي تمنح البلاد الحرية وتمنعك من الضغوط الخارجية. اما الثروه ممكن تديك المال، انما الفلاحه بتديك الحريه، اللي هو الاكتفاء الذاتي. بالظبط كده. ومصر شئنا ام ابينا هي دوله زراعيه. تمام. وهي في الاول وفي الاخر كان في مقوله بتتقال عن مصر في احد العصور، كان يقول لك مصر تنتج والعالم ياكل. كانت كل مصانع اوروبا بتشتغل على المواد الخام الزراعيه اللي موجوده في مصر، بل ان مصر يعني اي صناعه تانية ممكن تتعمل في مصر هي مجرد صناعه تجميعيه، بتستورد اجزائها من بره وبتجمعها جوه. انما الزراعه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن يتعمل عليها صناعه اسمها التصنيع الزراعي، ويبقى منتجها خام 100% طالع من الارض. هنا احنا بقى عندنا مشكله كبيره جدا في موضوع التوريد. السنه اللي فاتت حصل مشكله ان وزاره الزراعه طلعت قالت ان احنا هناخد القمح من الفلاحين بالحيازه الزراعيه. حضرتك عارف ان في مشكله كبيره جدا في مصر، ان 3/4 الفلاحين اللي موجودين اللي بيزرعوا في مصر مستاجرين فلا يملك الحيازه، فحصلت الطوابير والتكديس. هنتكلم على المشاكل بالتفصيل، مش عايز اسبق الاحداث، لكن خلينا نتوقف عند نقطه هامه جدا، هي منظومه. يبقى المنظومه هنا يا دكتور خالد بتبدا من الزراعه مرورا بمسائل التوريد لحد ما يوصل بقى للمطاحن للمخابز. طبعا. المنظومه دي كلها فيها فاقد كبير جدا، وخليني اوضح لي المساله دي. لو في فاقد او تسريب من اول التوريد، بالتالي هيبقى كل المتتابعه دي كلها فيها تسريب. بالتاكيد. بالتاكيد. طيب يعني انا عايز بس اخد الجانب التقني الخاص بمركز البحوث الزراعيه، وخلينا في جانب المشاكل مع الاستاذ. بص حضرتك يعني خلينا اتكلم في الجانب، يعني احنا يعني اقصى حاجه لينا ان احنا الارداب بالقمح يطلع، عفوا فدان القمح يطلع 17 ارداب. هل يبقى في بحوث اكتر ممكن ينتج اكتر من كده؟ ما هو بص، لا ده احنا عندنا اكتر من كده. عندنا اكتر من كده. عندنا في اصناف ما اعرفش ليه الناس ما بتتكلمش عليها، غير جيزه 56. لا غير الاصناف العاديه دي كلها اصناف ومتجربه، وفي شركات قطاع خاص طلعتها بتزرع على الميه المالحه. يعني انت عندك حزام البحر الابيض المتوسط ده ممكن يزرع قمح، وعن طريق البحر الابيض المتوسط الميه المالحه بدون تحليه. طب كميه الانتاج قد ايه؟ ممكن يعمل لك اكتفاء ذاتي غير عاديه، وفي حقول ارشاديه اتعملت وادت انتاجيه عاليه جدا. يعني انت بتتكلم مثلا في 13 يعني ارداب، 15 ارداب بالفدان. لا دي ادت 17، يعني ادت ما يقارب، في ادت 15 و17. انت عارف حضرتك الحقول الارشاديه دايما بتبقى لما تيجي تعممها اضرب في 30% ناقص. يعني مثلا لو هي 15 مثلا ادت 17 ارداب في الحقول الارشاديه، المزارع العادي مثلا على اعتبار الخبره ومحتاجه وقت، خبره وتركيز وناس كتير قوي شغال فيها وحاجات كده. فاذا الموضوع ده على مستوى المركز البحوث الزراعيه او على مستوى الابحاث، لا انت ممكن تعمل اكتفاء ذاتي من القمح. على الاقل خالص تطلع 9 طن اللي هو الاحتياج اللي احنا محتاجينه، والاستيراد يبقى نسبه 9 مليون طن. 9 مليون طن او تقلل الفجوه، تقلل الفجوه بالظبط. كميه الاستيراد تبقى قليله. انما اثبتت التجربه ان كميه المافيا من بدايه التاجر لغايه لما بتخزن الشون، لغايه المافيا الكبيره اللي بتشتغل بالمليارات وتعمل قمح مستورد وتخلط ده لغايه الراجل اللي بياخد القمح الدقيق المدعم ويبيعه، مافيا كبيره جدا. وبعدين المكسب غير عادي ومش قادر تكتف ده. انا قلت مره في احدى البرامج واحدى المقالات، قلت يا جماعه المنظومه دي بدل هو مشروع قومي، يبقى المشروع القومي ده لازم يتحمي قوميا. وكل الجهات تبقى يعني عينها عليه وتبقى بالورقه والقلم جهات سياديه من الجيش او كده تبقى واقفه ومراقبه وتجديد الاحكام عليها. اللي بيتلاعب ده حتى يعني تجديد الاحكام، انما مش مجرد غرامات. انما المساله ان بصيت ان رجال الاعمال في الظروف اللي فاتت، وموضوع الارجوت فاكر لو اتكلمنا عليه طبعا واخد بال حضرتك، بصينا ان رجال الاعمال اللي بتلعب بالمليارات اللي متحكمه في اقتصاد الدوله، بالعكس دي متحكمه في اقتصاد العالم، اثرت على انا مش عايز اتكلم او افتح مواضيع، انما اثرت على القرار السيادي. تمام. استاذ عصام، خلينا نفكر بعض كده
في مسائل التوريد القمح العام الماضي، وانا برضو مش عايز اتكلم لماذا لم تتحرك هذه القضيه جنائيا. كنا بنتكلم على لجنه تقصي حقائق فاتت على تقريبا 7 8 صوامع، لقت 600 مليون جنيه عجز، وناس كده خدت شنط فيها فلوس ملايين، 93 مليون و70 مليون و50 مليون، وراحت سددت. ومش عايز اتكلم برضو على مساله المافيا، ان حتى الدوله لما طرحت مناقصات 3 مناقصات عالميه لم يتقدم لها احد. طيب انا طبعا هقول لحضرتك على حاجه. اولا كميه الاهدار في المال العام كان بيحصل سنويا في موضوع القمح بالتاكيد لغايه ما تم اكتشافه. لغايه لما تم اكتشافه ازاي؟ لما الرئيس اصدر قرار بان الرقابه الاداريه، هيئه الرقابه الاداريه تنزل تعمل لجان وتتم استلام القمح في الشون دي على باشراف منها. هنا بدات القضايا تظهر وبدات المشاكل تظهر. طبعا هنا كان في مشكله اصلا، يعني بيحاولوا ان هم يتلافوها في الموسم ده، ان اصدر وزير التموين قال لك خلاص انا مش هستلم قمح بتاع الدوله في شون او صوامع القطاع الخاص. وهنا خلي بالك انا هقول لحضرتك على حاجه، ده هتحصل مشكله كبيره جدا الفتره الجايه، لان زي ما الدكتور خالد قال ان مافيا الاستيراد ومافيا رجال الاعمال طبعا هم جه في صدام مباشر بقرار زي كده، انك انت الشون اللي عندك مش هتستخدم في في استلام القمح المحلي. مش هتستوعب لا مش هتستلم من الاصل، هيستبعدوا الصوامع والشون الخاصه بالقطاع انا بتكلم على الخاص. مش هيستلموا اصلا. تمام. فطبعا هنا ادعى ان هم هيصيروا بالظبط كده. ومن هنا انا بحذر، لان القرارات يجب ان يتم دراستها. طب خليني بس قبل ما اتكلم في هذا القرار استاذ عصام، هل امكانيات الدوله، هل الصوامع الخاصه بالدوله بوزاره الزراعه يعني قادره انها يعني تاخد الكميه دي؟ يا فندم احنا قادرين ان احنا ناخد الكميه دي، بس في مشكله كبيره جدا هي اللي بتقابلنا في حاجه زي كده. اولا تحديث الصوامع. في صوامع كتيره ترابيه وبيحصل خلط ما بين المحصول وما بين وفائد كتير، ده لازم يتم تطوير تلك الشون. وبالتالي في مشاريع مع الجانب الاماراتي لتطوير بعض الشون والصوامع لسه ما خلصتش، بس لسه ما خلصتش. ده هتشوف اثاره خلال السنين الجايه. بس المشكله بنتكلم عليها من فتره طويله بس المشكله في موضوع عدم الاستيعاب دي نبره غير حقيقيه. ليه؟ لان احنا للاسف الدوله ووزاره التموين بتسمح باستيراد القمح اثناء فتره توريد القمح المحلي، وهنا المشكله كبيره جدا. انت منين بتسهل لهم المساله يعني لا هنا يعني بتسهل يعني ما عنديش استيعاب. انا بتكلم ما عنديش لا انا خلينا زي عندنا حسن نيه يعني والكلام ده. تمام. ازاي انا ما عنديش ساعات وبنادي بان عاوز ساعه اكبر عشان استوعب القمح المحلي، وفي الوقت ذاته افتح باب استيراد القمح من بره؟ دي مشكله كبيره جدا، بتفتح الحاجتين، ما عنديش استيعاب وفي نفس الوقت عندي ممكن مشكله الخلط، ان ده يتخلط بده. ودلوقتي الخلط مش هيحصل. ليه؟ لان ثمن القمح بره اغلى من هنا دلوقتي بسبب تعويم الدولار، تعويم الجنيه، فاصبح سعر القمح بره اغلى من القمح جوه. باشمهندس دكتور خالد، يعني انا يعني ده كلام في منتهى الخطوره، ان احنا نبقى قادرين نحقق اكتفاء ذاتي من القمح ومش عارفين، يعني مش عارفين، مش بسبب امور لوجستيه تتعلق بالارض او الزراعه، امور سياسيه دوليه. سياسيه دوليه طبعا، لان رجال الاعمال دول بيلعبوا بالمليارات، دي الحقيقه. ورجال الاعمال دول معشقين مصلحتهم بمصالح دول كبيره جدا جدا بيلعبوا في اقتصادها. يعني دول تقول لك وده اللي حصل، وده اللي حصل السنه اللي فاتت يا فندم، موضوع الارجوت. لما جينا قلنا 0% قالوا لا خلوها 5%، وبعد كده الامارات والسودان قالوا مش هناخد منكم، الاتحاد الاوروبي قال مش هناخد منكم فاكهه، مش عارف طلعت ايه وقالت انتوا عندكم سوسه ايه، كلام فارغ. ولما قلنا خلاص يا جماعه هنمشي ال 5%، كل حاجه اتصلحت. اتضح ان الموضوع مش قرار وزير، اتضح انه قرار دول لازم تمرر ده. ودي كارثه هنقابلها، مش مشكله القمح، كارثه في نسبه الارجوت اللي دخلت مصر، ودي ما بتبانش غير بعد 10 15 سنه، اللي هي 4%. لا ما هي هو المفروض 5%. وده اصلا احنا قلنا ده كودكس. في حاجه اسمها دستور غذاء اللي هو الكودكس، وفي حاجه اسمها افات حجريه انا اللي عارفها.
انا عارف ان الافه دي مش موجوده عندي فبعملها 0%. زي الاتحاد الاوروبي ما بيقول انت بتصدر لي ايه؟ بتصدر لي فاكهه او مثلا بتصدر لي بطاطس، العفن البطاطس انا عايز حته في الفريزون اريا ما يكونش فيها عفن بطاطس. ايه اللي هعدم المحاصيل بتاعتك او مش هاخد منها؟ هو رجعها لك. لا ما بيرجعهاش، بيعدمها. بيعدمها. يا ريت يرجعها، كنا نستعملها استعمال محلي. لما نيجي احنا نعملكم بالمقابل ما بتوافقوش. لما نيجي نقول لكم ان احنا محتاجين كذا 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 واحنا عندنا افات حجريه كيت وكيت وكيت، مش عايزين كذا وكذا وكذا، بتزعلوا وتفرضوا علينا شروطكم وتفرضوا علينا عضلاتكم. واحنا لو معلش يعني دكتور خلينا منطقيين، هو احنا لما نزود المساحه المنزرعه من الاراضي الزراعيه فيما يتعلق بمحصول استراتيجي زي القمح، يقول لنا لا ما تزرعوش ما تستصلحوش بطريق غير مباشر وبطريق مباشر احيانا. بطريق غير مباشر وبطريق يعني اقول لك بكل الطرق بيحصل ده. ما احنا الاخر اكتشفناها. انا واحد من الناس طلعت وقلت يا جماعه، وناس كتير قوي زعلت مني في الوزاره لما قلت الارجوت وانتم مشيتوا يا جماعه والوزير خالد حفني ولا خالد حنفي وقلبت الدنيا. وفي الاخر اتضح ان الدنيا كلها بقت ضدك. فجاه الدنيا كلها ضد، الكره الارضيه كلها بقت ضد مصر. ليه؟ اديني سبب ليه ضد مصر. عشان انا رفضت حاجه افه حجريه وقلت يا جماعه انها 0% وفرضت مقاييسي اللي هي من حقي زي ما هم بيفرضوا مقاييسهم، زي ما هو اتعاملت بالمقابل. لا رفضوا ده. استاذ صام، بعيدا عن الارجوت بقى، مش عايزين نقلب على الناس مش عايزين المواجع بقى، احنا هنتكلم تاني عليها يعني والحكايات دي يعني. كان في تقرير زميل نعيم ابراهيم كان بيتكلم الفلاح بيقول لك ما تيجي تاخدوا القمح من عندي. هو ده المفروض. استاذ صام، طيب انا هقول لحضرتك على حاجه. هو عنده حق الفلاح ان احنا لازم نوجد آلية ومنظومه يعني فيها ابتكار خارج الصندوق عشان نقدر نشجع الفلاح ان هو يزرع. انا كرهت الصندوق ده. معلش انا هقول لحضرتك على حاجه. الصندوق انت عارف ان كوارث اصلا الموضوع اللي حصل، الطوابير اللي حصلت اللي فاتت في السنه اللي فاتت في التوريد ادت لايه في الاول وفي الاخر؟ محدش عاوز يصرح بده. للاسف احنا زرعنا السنه دي حسب ما وزاره الزراعه بتقول حوالي 3 مليون و159 الف فدان او 136 الف. تعرف حضرتك ان المزروع السنه دي اقل من السنه اللي فاتت ب 400 الف فدان، وده على حسب احصائيات وزاره الزراعه. معناها ايه؟ لو استمرينا في المشكله دي ممكن في غضون 12 سنه ما يبقاش عندنا قمح اصلا. لا لو اكتر من كده على فكره الناس بتعزف على زراعه القمح. اولا بتخسر، ثانيا ربط السعر المصري بالسعر العالمي، ظروف كتير جدا، وفعلا المساحه المزرعه ابتدت هنتكلم فطبعا احنا لازم فعلا نشجع على زراعه المحاصيل الاستراتيجيه. عندنا بنك زي بنك الزراعي اللي هو موجود بقى بنك التجاري دلوقتي بيقرض الفلاحين اللي بيزرعوا محاصيل استراتيجيه بفايده اعلى من اللي بيزرع فواكه او خضار او لب او حاجه زي كده. ازاي؟ انا لازم اشجعه، لازم اعمل منظومه متكامله على مستوى الحكومه لاستعاده المحاصيل الاستراتيجيه. كان اسمه بنك التسليف يا استاذ. هو اسمه كده بنك التسليف الزراعي. مش بنك التنميه والاجتماعي. ده كان بنك الفلاح. فاحنا لازم كلنا نمشي في المنظومه دي. لو ما مشيناش في المنظومه دي هنتراجع في كل حاجه. يعني كل سنه ممكن ننزل 100,000 فدان 200,000 فدان. بقول لك من السنه اللي فاتت للسنه دي 400,000 فدان، يعني في غضون 12 سنه ممكن ما يبقاش عندي لو نزلت كده نفس المشكله. يعني بص حضرتك قيس اللي حصل في القطن واخد بالك وشوف اللي حصل في القطن. هي نفس التجربه اللي حصل في القطن في ستينات القرن الماضي الى الان. النهارده ما عندناش زراعه قطن، ما فيش مشروع قوي. تمام. دكتور خالد، هل السعر ده عادل؟ 565 لنقاوه يعني 323.5 من 10، 565 جنيه للفلاح، ده سعر عادل؟ لا ولا 420 اللي كان من 4 سنين ايام ما الدولار كان ب 6 جنيه. لا طبعا. النهارده شوف الفلاح بيزرع بكام، بيحط كيماوي بكام، واخد بال حضرتك يوميته كام، بتقعد في الارض 6 اشهر. يعني معنى كده ان الحكومه 4 اشهر، مش عايز اقول الحكومه يعني يعني معنى كده ان وزاره الزراعه ووزاره التموين باعتبار ان هما الاثنين مسؤولين بيساعدوا الفلاح، يقولوا له اخلع بقى، يعني سوري يعني اخلع من الزراعه دي، سيبك منها. طبعا لا مش عادل، لا مش عادل. وبعدين تعالى بالورقه والقلم، انا بتكلف كام مبيدات، بتكلف كام زراعه ده لو مبيدات سليمه كمان، مش عايز اقول مغشوشه. جميل قوي. الناس اللي بتيجي تجمع لي جمع الحصاد المحصول كام، هتلاقي المبلغ ده طبعا لا ما يكفيش يا فندم. انا بعتذر معلش، انا في نقطه بس عاوز اسيرها هنا اهوت. يعني
هو رقم فعلا غير عادل. ليه؟ بمثال بسيط جدا، انت السنه اللي فاتت رفعت سعر الاسمده قد ايه حضرتك الحكوميه؟ مثلا رفعتها بنسبه 50%، والشركات اللي هي المصنعه الحكوميه تحججت بايه؟ برفع سعر الطاقه وتعويم الدولار وتعويم الجنيه قدام الدولار. بالتالي هو في منتج واحد زاد عنده 50%. هل مش من الاولى انك انت بدل ما تزوده من 475 ل 550 ولا 575 جنيه ترفعه 50%؟ لا ده في حاجه كمان، ده انا بقول لك منتج واحد. لا سيبك كده، ده على فرض كمان ان الارض دي ملكه. لا ده في ناس هو بتدفع بيأجر، حط كمان 1200 جنيه يعني ده بالسعر القديم. واخد بال حضرتك؟ ايجار، وشوف كام فدان. انما لا سعر غير عادي طبعا يعني. وده من احد الاسباب ان الفلاح فلاحين كتير قوي ثابت قال لك يا عم ده نازل لا ده لو زراعه سوري يعني معلش مش عايز اقول، لو زراعه شويه خس كده وشويه جرجير يبقى زي الفل وتمام قوي ولا وجع الدماغ. بالظبط. دكتور خالد، يعني الدستور 2014 ان الدوله ملزمه بتسليم الفلاح المبيدات ومستلزمات الانتاج، وان الدوله كمان ملزمه بانها يعني تاخد منه انتاجه بالسعر العادل. يبقى الكلام كده دستورنا في جنبه، الكلام اللي بيحصل في مكان اخر. يعني زمان انا فاكر، وهنا برضو عايز اقول على خلينا معانا برضو استاذ عصام، مساله تقليص دور جهات تابعه لوزاره الزراعه، الجمعيه الزراعيه. مش هتكلم بقى على الارشاد الزراعي والحقول الارشاد الزراعي اللي كنا بنشوفها واحنا ماشيين في طرقنا كفلاحين. يعني الجمعيات الزراعيه موجوده على الورق، مديريات الزراعه موجوده على الورق، الميكنه الزراعيه خرابه وموجوده على الورق، وده فيه موظفين وده فيه موظفين وده فيه موظفين، لكن الحقيقه مفيش حاجه. يعني لا الجمعيه الزراعيه بتاخد قمح من الفلاح، ولا الميكنه الزراعيه زي ما يكون الهدف منها يعني انها بتروح تحصد القمح بتاعه. كلام، هي جهات موجوده على ورق. بص حضرتك، يعني انا دايما البس بدله الوزير. انا مش عايز اتكلم باسم الوزاره. لا اصل صعبه بدله الوزير دي، اصل الكرسي برضه بيبقى ليه متطلبات صعبه يعني. واسع عليا شويه. لا عفوا، لا انا ما بتكلمش على دي. لا اصل انا دايما اقول ايه، مفيش حد يعني يعني الكرسي ده ليه موضوع تاني. لا هي فما فيش حد يتكلم باسم الكرسي ده طالما انت مش قاعد عليه. ده حكايته كبيره. الوزير يعني في ناس فاكره ان انا وزير هقدر اجيب الوزاره دي واعجنها كده واشكلها حاجه جديده. اولا تشكيل الوزاره ما اقدرش امشي الوظيفين. هيئه مثلا زي هيئه مثلا تحسين الاقطان وانت ما عندكش اقطان، فضلت زي ما هي. تحسين. تطوير القمح، ممكن يكونش عندك قمح بس تفضل بعد 100 سنه لو ما فيش قمح عندك تبقى هيئه تطوير وسلالات مش عارف ايه ما تلغيش. اقسام بتتعمل نتيجه لحاجه معينه والحاجه المعينه دي خلاص خلصت، تفضل الاقسام موجوده. انما ما عندناش هيئه اسمها تطوير وتنميه مستمر. يعني النهارده انا لا بلغ القسم ده عشان في كذا ووزع الناس. ما عندناش الاورجنايزيشن الهيكله دي او عندنا الهيكله دي. وعشان تعمل هيكله جديده لوزاره زي وزاره الزراعه، وزاره كبيره عايزه مبالغ ضخمه جدا وعايزه اعاده توزيع وحاجه كده زي ما تقول مش هتقدر تمشي ناس، انما احلال وتبديل. يعني بمعنى تغيير المواقع، لعبه الكراسي. انت النهارده هنا وانت النهارده هنا وانت تفك الاحزمه والاربطه دي. تقدر من خلالها تعمل تطوير او تعمل هيئات موازيه وتستقطب اللي انت عايز تستقطبه ده لغايه لما بعد 10 15 سنه تبقى عندك هيئه متكامله تقدر تلبي احتياجات المواطن. انما بالشكل ده انت متكتف تكتيف جوه الوزاره، وفي نفس الوقت المزارع العادي طالبك بحاجات انت حقيقي ما بتقدرش تصرح بيها، مش بايدك. لان مقومات الانتاج من المزارع لغايه لما بتوصله للمواطن العادي كلها مش في ايدك. انما هي لو في ايدي ان انا باخد من المزارع وبدي المزارع باسمده معينه وبكسبه هامش ربح، هو الهامش الربحي ده هو عارفه كويس قوي ومتاكد ان هو هيجيله، وفي نفس الوقت باخد الحاجات دي ببتدي اضخها تاني في السوق. يعني باخد القمح ده اضخه في صوره فلوس في السوق، وبعد كده الدايره دي كلها، لا السلاسل كلها مش في ايدي انا كوزاره. كمان مش في ايد الوزاره؟ طيب لا مش في ايدي كلها. مع سياده النائب المحترم الاستاذ عبد الحميد دمرداش عضو لجنه الزراعه مجلس النواب. سياده النائب مساء الخير. اهلا مساء الفل. بقالنا سنه سياده النائب لو تفتكر في شهر 7 في 2016 اتكلمنا وكنت حضرتك عضو في لجنه تقصي الحقائق، واتكلمنا على مساله التوريدات الوهميه وما حدث
في العام الماضي. هل هناك رؤية لمجلس النواب هذا العام مع بداية موسم الحصاد كإجراءات استباقية حتى ما نقعش في اللي وقعنا فيه السنة اللي فاتت يا سيادة النائب؟ بص حضرتك، هو اولا ان الصوامع دلوقتي طاقتها كانت السنه اللي فاتت 1.5 مليون الحكوميه، دلوقتي اصبحت 4 مليون طن سنويا من الاقماح. يعني بقت كام يا سياده النائب؟ يا فندم من 1.5 مليون السنه اللي فاتت ل 4 مليون هذا العام. ايه الجديد بقى ان من 1.5 مليون ده احنا بنتكلم في نسبه كبيره قوي. 1.5 مليون عملوا صوامع جديده يا فندم، يعني ما كانت في الصوامع داخله وصوامع الامارات دخلت وصوامع بتاع دخلت، فالطاقه التخزينيه حاليا دلوقتي بالنسبه للحكومه اصبحت 4 مليون طن بدل 1.5 مليون، ادي واحد. تمام. مش بل لن نحتاج الى تدير الصوامع الخاصه الا في اضيق الحدود. تمام. وبعدين الحاجه الثانيه انك انت هيبقى في بعض المراكز اذا كانت فيها مشكله بيسلموها في بعض الشون اللي هي موجوده، وبعد كده الدوله بتنقلها من الشون الى الصوامع. الحاجه الاهم بقى اللي هي عشان ما يحصل فساد نهائيا، ان اسعار القمح الحاليه دلوقتي تقريبا قد الاسعار القمح اللي هي المستورده، فما فيش حد بقى هيشتري. سياده النائب خليني اتوقف عند هذه النقطه يعني اسمح لي، يعني اذا كان اسعار القمح دلوقتي تقريبا زي الاسعار العالميه، لكن مش عايزين نتكلم على الدعم المالي اللي بتقدمه الدول دي للفلاح بتاعها، احنا بنقيسها ازاي يعني؟ انا اقيسها على تكلفه الفلاح اللي هنا بيتكلف قد ايه وحقق له هامش ربح قد ايه، ولا اربطها بالسعر العالمي كده يعني؟ ما احنا ما عملنا لجان استماع كثيره، يعني تم تقريبا رضا ناس كثيره حتى في البلاد، حتى في الجماعه اللي هم بيزرعوا قمح في اللجنه في الدوائر بتاعتهم، اللي هو السعر المعروض دلوقتي سعر يعني جيد للفلاح، ولكن احنا طلبنا ان هو يبقى بدل في 575 يبقى حوالي 620، ودي جاري دراسه هذا الموضوع. لكن السعر الحالي اللي طلع الارداب من 420 الى 575 اعتقد ان هو سعر برضا الفلاحين يعني، ورضا حتى بعض الجمعيات الاتحاد التعاوني وكلام من ده، لكن احنا كنا عايزين نرفعه اكتر شويه الى 620. تمام. طيب فالتكلفه اعتقد ان هو بتغطي التكلفه وبيحقق هامش ربح يعني. سياده النائب اسمح لي، هل موسم الحصاد عندنا بيواكب موسم الحصاد في الدول المصدره للقمح زي روسيا زي اوكرانيا زي الدول اللي هي يعني رومانيا، الدول اللي هي بتصدر لنا قمح، يعني الموسم الحصاد بيبقى في نفس الوقت؟ لا طبعا احنا بنبقى بدري عنهم شويه. طب ليه ما بنستوردش الا مع يعني ما بنستوردش الا في الوقت ده قمح ليه؟ احنا ما بنستوردش قمح الا في يعني في الوقت الحصاد بتاعنا اظن بيوقف الاستيراد، يا اما بيستورد بعديها على طول بعد لما نخلص الكميات بتاعتنا، في بعض الشروط في اوقات الاستيراد يعني. نطمن الناس ان مش هيحصل يعني خلل زي السنه اللي فاتت يا سياده النائب. يا فندم؟ نطمن الناس ان مش هتحصل التسريبات والسرقه. لا يا فندم ما اعتقدش هذا الكلام، لان اصل طول ما في سعرين في اي سلعه في الدنيا يا فندم لازم يحصل مشاكل. يعني انا افضل ان هو ما يبقاش في سعرين، يبقى في سعر واحد، والفلاح او الراجل المحدود الدخلي ياخد فلوس بما يساوي هذا الكلام، لكن ما يبقاش في سعرين. طب تمام، حضرتك بتقول ان يعني ربنا يسهل وما يحصلش اللي حصل السنه اللي فاتت. لا ان شاء الله يا فندم. ما هو الردع اللي حصل؟ يعني لجنه تقصي الحقائق مشكوره، عملت ملف خطير وما لفتش، يعني هي ما راحتش صوامع اخرى، هم 6-7 صوامع لقينا فيهم المبالغ الكبيره كده وشكرا يعني. اين يعني خليني هنا اتوقف عند دور مجلس النواب، لان كل ما اسال حد يقول لي الملف بعتناه النيابه العامه، والنيابه العامه هي صاحبه القرار، وهنا مساله الردع يعني ايه اللي يمنع ان يحصل؟ احنا اصل مجلس الشعب ده وظيفتين، التشريع والرقابه. انا فاهم. احنا مش جهه تنفيذيه يا فندم، يعني احنا عملنا مثلا اخذنا 12 صومعه وكان فيها مشاكل، وبعدين ما نقدرش ان احنا نكمل لان هيبقى دورنا تنفيذي بحت. لو تدخلنا في هذه الشؤون لابد من الدوله او السلطه التنفيذيه هي اللي تقوم بقى. احنا حطينا معايير في لجنه تقصي الحقائق، المفروض ان الدوله بتستعين بهذه المعايير وتبتدي تنفذها. يعني احنا بعد كده ممكن نراقب عليها، لكن دي حاجه ثانيه، لكن احنا ما نقدرش ان احنا نبقى
نقوم بوضع تقصي حقائق، لجان تقصي حقائق، ونحط كل المعايير وكل التوصيات، وبعد كده مش هنقدر ننفذ لان مش جهه تنفيذيه الحقيقه. النائب المحترم عبد الحميد الدمرداش عضو لجنه الزراعه بمجلس النواب. هاخد تعقيب من ضيوفي على ما قاله السيد النائب المحترم. بعد هذا التقرير للزميله فاطمه الزهراء عن مطالب وهموم الفلاحين للنهوض بالقطاع الزراعي. الإنتاج الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية المؤثرة بفاعلية في الاقتصاد المصري، ورغم أهمية هذا القطاع فهناك مشاكل عديدة ومزمنة تواجه الفلاح المصري من حين لآخر. بالنسبه للكيماوي الحصه ما بتكفيش، وبعدين بيحدد الزرع ياخد وزرع ما ياخدش. ليه زرع ياخد وزرع ما ياخدش؟ وهو كله زرع. انا بشتري بالسوق السوداء للزرع اللي هو بيحدده ما ياخدش. طب ليه؟ ولا من زرع وده زرع؟ ما عندناش شبكه للصرف اللي هي المغطي. احنا بنزرع الرز غصب عننا دلوقتي علشان ان هي جيد معانا الارض شويه. احنا بنزرع سنه رز عشان نزرع السنه اللي بعد منها شويه ذره، شويه طماطم، شويه اي حاجه عشان يفلحوا معانا. وبعدين نيجي بالتسويق نكلف شويه قوطه ونصرف عليهم دم قلبنا، ونيجي في الزرع نسوقهم ما نعرفش. يعني ما بتبقى تكلفه من كل يمه. يقول لك ايه ده سوق طالع نازل. احنا عاوزين حضره الوزير يراعي الفلاح معانا شويه وياخد باله مننا شويه. بالنسبه للملح والتقاوي والرش، لا في ملح متوفر في الجمعيه ولا لاقيينه بره من 100 ل 150 جنيه ومش موجود. بنجيبه من عند التجار بره ب 200 جنيه وب 250 جنيه شكاره الملح. النفر بنأجر النفر ب 80 جنيه وب 100 جنيه. رش مش موجود، تقاوي مش موجوده، بنروح نجيبها بسوق السودا من بره. انت غليت ملح وغليت جاز وغليت ده وغليت ده، طب وفر لي كل حاجه، وفر لي الحاجه اللي انا محتاجها للارض دي. محتاجين تقاوي ومحتاجين رش ومحتاجين مشرفين في الجمعيه تطلع تعمل ارشاد في الاحواض يدلوا الفلاحين. الفلاح اللي مش فاهم حاجه بقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، ارشاد زي زمان. يعني بيزرع الارض ما بيعرفش يسدد لا ثمن الايجار بتاعتها ولا ثمن المبيدات ولا ثمن التقاوي. المبيدات الماده الفعاله بتاع المبيدات الموجوده حاليا سواء بنجيبها تبع من وزاره الزراعه او من القطاع الخاص، النسبه اللي موجوده فيها ما تجيش 10% المكتوب على الغلاف بتاع العبوه. الجمعيه ما فيش فيها اي ملتزمات للفلاح غير شويه الملح. ما فيش رش، ما فيش مبيدات زي زمان، خدت بالك؟ ما فيش اي حاجه خالص، هم شويه الملح وخلاص. ما فيش تقاويات نظيفه، بنروح نجيب التقاوي من البزرجيه بيدوها لنا مضروبه، خدت بالك؟ فاحنا بنطالب سياده الوزير يهتم بنا شويه ويراعينا. الفلاح المصري عماد الزراعة في كل العصور، فهو عصب الحياة وجميعنا يدين له بالفضل في توفير احتياجاتنا اليومية. ومن أجل النهوض بالرقعة الزراعية لا بد من دعمه وإيجاد الحلول لما يلاقيه من صعوبات تمثل تهديدا للزراعة المصرية. فاطمة زهراء لملفات. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك ويزيدوا لولي ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده. لولي ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده. عمره ما بيخلف مواعيده يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده. يمكن الكلام اللي قالوه اهالينا الفلاحين مش جديد، سمعناه كتير. مشكلات التقاوي ومشكلات المبيدات يعني كان في تعقيب لحضراتكم على اللي قاله سياده النائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنه الزراعه. والله سياده النائب مشكورا قال كلام جميل جدا جدا يطمن الناس، انما
الحقيقه غير كده يعني الفلاحين ردوا يعني اللي سمع التقرير الناس ردت من الواقع ان المبيدات بيشتروها بالسوق السوداء. بقول لك كمان نسبه التركيز فيها مش عاليه لا هو مش نسبه، هو ما قاسهاش ولكن هو جربها لقى مبيدات مضروبه. دي يعني. شق تاني. يعني تجار المبيدات بياخدوا او تجار الكبار بياخدوا الاسم، التاجر الشركه الام مثلا بتجيب مثلا 20 طن 40 طن بتخلصهم. التاجر بقى بياخد الكميه ديت وابتدي يضرب، مثلا تلاقي الماده بقى لها مثلا سنتين واللي مستوردها اصلا مخلصها من 3 4 اشهر. واخد بال حضرتك؟ وكلها مبيدات مضروبه. ما لهمش رقابه. ما هو منها رقابه ايه؟ ما فيش رقابه. ما عندك كميه ضرب المبيدات في مصر وغش المبيدات، دي مافيا في حد ذاتها. هي كله مافيات كده؟ طبعا مافيا يا فندم. اصل هي مافيا التحكم فيها صعب، لان مافيا مكسب رهيب. مفيش رقابه في الاسواق يعني. لا مفيش رقابه. يعني انت تعالى عدي الناس. لو بقى لها فتره طويله شغاله يعني بسم الله ما شاء الله. ايوه 60%. لا وسرطانات. يعني انت عارف النهارده الفلاح ايام مثلا توتا ابسوليوتا خربت الدنيا. تجار المبيدات كانوا بيجيبوا مبيدات يركبوها على بعض ويكتبوا عليها اي اسم، لا مسجله ولا اي حاجه، وبتجيب كفاءه كانت عاليه جدا لانه بيركب ميه نار. انما تعالى شوف المواد المتبقيه اللي بتسيبها في التربه وعلى النباتات سرطانات. واخد بال حضرتك؟ فطبعا غش المبيدات وطبعا حاجات غاليه. تاني حاجه اللي كان بيقول لك التسويق. يعني تاني بيقول لك خلاص احنا ناخدهم، هو في التسويق. النهارده بيجي التاجر بيتحكم فيه لان هو مش منه للحكومه على طول. انا النهارده الطن لو انت بتقول 600 جنيه يا عم 600 جنيه تعالى خدها. انما انا النهارده بقى المبيدات اللي عامل حسابي ان مثلا هصرف على المبيدات 1000 جنيه، ده انا بصرف عليها 3000 جنيه. بصرف على الجمع يقول لك لا يا عم الدنيا غلت، انت بتديني مثلا 50 جنيه اللي عايز معاه والسولار غلي والدنيا غليت. هيشق هدومه. الحاجه غليت، حاجه غليت جدا. وفي نفس الوقت انت النهارده بتعمل قرار بتقول والله 500 ده جميل قوي. تاني يوم الحياه بقت نار. طب انا هعمل ايه بقى؟ هفضل اشتكي على طول. انا بقى عشان اشيل المنظومه دي ايه؟ انا بقول يا جماعه انت عندك القمح ده مشروع قومي والقطن ده مشروع قومي. خلي وزاره الزراعه بمراكز ابحاثها تشتغل بس في المشروعين دول. يجوا الباحثين بالموظفين بالناس كلها يشتغلوا بالاشتراك مع الجيش، تبقى من المزارع واخد بال حضرتك ان انا اوفر له الاسمده واوفر له المبيدات بالسعر المتفق عليه غليت رخصت، وفي نفس الوقت باخده منه للشارع. غير كده هتفضل المشاكل كل سنه نتكلم. أنا بس بعقب على سيادة النائب يعني في نقطة هو قال، وكأن طبعا إن الفساد في خلط القمح بين المحلي والمستورد انتهى عشان إيه؟ عشان السعرين متقاربين. وهل إحنا يحق لينا إن إحنا نحل المشاكل بكده بسيناريو من بره كده اهوت عشان السعرين؟ هو جالنا كده يعني والكلام ده، فهو جالنا الحل لغايه عندنا الحمد لله، ربنا نفخ في صورتنا فحلنا المشكله. مبرر يعني. فلا لازم نضع آلية عشان نمنع ده ما يحصلش. ازاي يتعمل تطوير في الصوامع بيبقى فيها سنسور الكتروني يقدر يفرق ما بين الحبايه المحلي من الحبايه، وبياخد مواصفات الحبايه دي والحبايه دي وبتخش في الداتا. الكلام ده هو قال لك بلومبرج الامريكيه. بلومبرج الامريكيه فصلوا قالت يا اخوانا ده اهدار مال عام. الشركه بتقول لنا خلي بالكم انتوا بتديروا مالكم العام يعني. وطيب انا دلوقتي نجحت فكره تشكيل لجنه تقصي حقائق وموضوع الرقابه الاداريه، ليه انا ما جيتش في قبل الموسم ما يبدا وابدا اشكل لجنه تقصي حقائق جديده طالما قدرنا نكشف الفساد والكلام ده؟ لان اول بدايه للاصلاح هو كشف الفساد بالتأكيد. ومعاقبه والردع طبعا. بالظبط كده. انا عاوز بقى اوصل لحاجه تانية، ان هي الصوره مش سوداويه بالشكل اللي هو لا، الصوره ممكن يتوضع لها آلية ومنظومه كويسه جدا تحل كل المشاكل دي. انا شايف مثلا في نبره كانت دايما تقول لك ان ايه لو زرعنا اراضي كتيره قوي بالقمح احنا ما عندناش ميه وداخلين على شح مائي وعجز في الميه والكلام ده. ليه؟ مركز البحوث الزراعيه والاصناف عنده سلالات سلالات جديده جدا اولا بتنمو على ميه مالحه، ثانيا بدون تحليه على فكره، اسمده كتيره، ما بتحتاجش تربه طينيه. الساحل الشمالي والعلمين يا دكتور ومجربه مليانه. شمال سيناء يا فندم يعني في مشروع في شمال سيناء اتعمل متجرب ومنتج 15 و16 و17 ارداب للفدان. يعني؟ ما نشتغل على الحاجات دي. لازم التوسع الرأسي مش لازم التوسع الافقي يا سيدي. في سلالات ادت 23 و25 ارداب للفدان. انا اشتغل، انا عندي باحثين
يعني في مصاف الباحثين والعلماء اللي بره مصر، لازم استغلهم. وعندي حاجات متجربه وبعدين هيتعمل جريد. يعني مثلا لو انت مثلا بتقول ان الجريد ده بتاعها اقل من القمح العادي اللي بيتزرع في الدلتا بالميه الحلوه، ماشي يا سيدي اعمل ده جريد 1 وده جريد 2 مثلا، ده ينتج 17 ده ينتج 10. لا هو الانتاج حلو، بس قول جريد ان مثلا شوال الدقيق ده ب 10 جنيه ده ب 15، المصري الاصلي اللي هو ده ب 15 حسب الجريد وحسب الحاجات دي كلها، تقلل فجوه الاستيراد. واعمل توريد، سعر توريد مناسب للفلاح. يبقى الفلاح يعني هو ممكن يرضى عشان الدولار المره دي يعني ايه مرتفع والكلام ده، فعشان سعره زي بره فممكن يرضى المره دي. انما نفترض ان الدولار نزل قدام الجنيه، مفيش حاجه هتديله ايه؟ لا ومفيش حاجه يعني التجربه اثبتت اللي بيغلى عندنا ما بيرخص. تمام. لا اللي بيغلى ما بيرخص. لا ما بيرخص واللي بيرخص ما بيغلاش. طيب تمام. خليني دكتور خالد، هل في طرق حديثه لزياده الانتاج؟ ليه يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحه، لان انا اتقابلت مع حضرتك اكتر من مره، قابلت مع زملاء لحضرتك في مركز البحوث الزراعيه. الواحد بيحزن، يعني هناك تجارب ناجحه، هناك يعني حاجات على ارض الواقع بالتاكيد. يعني انا بقول لحضرتك منطقه العلمين والساحل الشمالي في وقت من الاوقات كانت يعني سله مصر زي ما قال الاستاذ عصام، من القمح ومن السلع دي. يعني عايز اقول لحضرتك، انا هديك مثل ان احنا عندنا، ولولا ان احنا عندنا ناس محترمه ورجال اعمال محترمه وناس في مراكز الابحاث بتشتغل كويس قوي 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 بالنسبه للعالميه. يعني ما بقولكش مثلا ان وزاره الزراعه مثلا او مركز البحوث شغاله بطاقه 100%. لا مفيش حته الناس شغاله بطاقه 100%، مثلا اللي عندنا يفوق النسبه العالميه. عندنا ابحاث ومطبقه وزي الفل، بدليل امشي في طريق مصر اسكندريه صحراوي وروح الصالحيه مثلا كانت من 15 سنه او 20 سنه كانت شكلها والنباريه. لا النهارده في مساحات وحاجه جميله جدا، انما معظمها تصدير. القمح عندي حاجات على ارض الواقع، مش مجرد ورق، مش مجرد بيبر، لا دي حاجات على ارض الواقع. الناس شركات انتجت البذور ديت، وزاره الزراعه انتجت البذور ديت، جربتها الناس، خدتها شركات قطاع خاص عممتها بقت تبيع، عملت تجارب ارشاديه وتجارب حقليه ادت انتاج عالي ونزلت السوق. يبقى انا ناقص ايه؟ ناقص ان انا اعمم هذه التجارب، اخليها على مستوى انتاج قومي. ليه ده ما بيحصلش؟ مش عارف. هي دي النقطة. ليه ما بيحصلش؟ أنا والله ما أعرف. لا يا فندم لازم تعرف الموضوع واضح. لازم موضوع واضح. أنا مش مسؤول. لا طبعا لا تعرف ان انا النهارده راجل ملياردير بكسب مليارات وراجل اعمال. انا من مصلحتي انت يا موظف يا غلبان اللي بتاخد لك 2000 و3000 جنيه واخد بالك عايز تقطع لقمة عيشي؟ لا طبعا انا هقلب الدنيا كلها عليك. واضح جدا يا جماعه. طيب طيب استصلاح اراضي جديده يا استاذ عصام ومشروع الفرافره والمسائل دي مش ما تزودش شويه، تقلل الفجوه دي شويه؟ ما هو المفروض احنا طبعا القياده السياسيه ارتأت ان مصر اصلا زراعيه، فحطوا في البرنامج الترشيحي بتاع الانتخابي بتاع الرئيس استصلاح 1.5 مليون فدان من اصل 4 مليون اللي هم يعتبروا 50% من اللي استصلحناهم من ايام محمد علي لغايه الرئيس السابق مبارك. فطبعا ده كان يضع يعني كل كافه الاجهزه في الدوله انه القياده السياسيه ورا ان مصر ترجع رجوع تاني للزراعه وللاصل والكلام ده. طبعا هو اي فكره واي مشروع قومي بيبقى فكره وادوات تنفيذيه، فان كانت الفكره فيها ابتكار يلزمك ادوات تنفيذيه قويه على قدر الفكره، على قدر مستوى الفكره. الرئيس فكر والقياده فكرت، فين الادوات التنفيذيه؟ تم الاستعانه بادوات تنفيذيه ضعيفه جدا، فبالتالي اصبح من الصعب جدا تنفيذ المشروع ده على كامل الوجه، بل اصبح في صراع في الاجهزه زي مثلا وزاره الزراعه ووزاره الري، مين يستقطب المشروع ناحيته؟ ده يقنن، ده يقول لك ما عنديش مقننات مائيه، وده يقول لك لا ده هم عندهم مشكله. وده حصل في موضوع زراعه القمح بالتبريد. وزاره الري طلعت وقالت ان احنا نقدر نعمل تبريد للبذور ونزرع المحصول مرتين في السنه والكلام ده، وطلع الموضوع اصلا طلع بقى وزاره الزراعه قالت الموضوع ده غير صحيح. لا لسه وفي مشكله. لا كان في تقرير في مركز اللي بيعرض دلوقتي على الشاشه طلع ده اللي بيعرض على الشاشه الفرافره وانتاج ال 10,000 فدان من القمح كبدايه يعني. طيب ما هو برضه في زراعه حديثه وفي حتى ري، في بادره امل، في بادره امل. لولا الحاجات دي حضرتك كانت مصر انهارت. ما انا بقول لك لولا ان في ناس شغاله، انما انت بتبني
وفي غيرك بيهد بالظبط، وما عندكش القوه انك تمنع الناس اللي بتهد. حتى لو يهدوا شويه علينا شويه، حتى لا خالص، دي رجال اعمال ما يبص لا وطن هي الفلوس. وما بتقدرش تحكمهم لانه بيتحكموا في اقتصاد دول كبرى بتاثر عليك بالعربي كده يعني انت فاهم حضرتك؟ لانك برضو ما نقدرش نقول ما عندكش القوه الكامله كوطن انك تقف قدام العالم. يا فندم احنا يلزمنا في المشاريع القوميه اللي زي دي الاستعانه برجال اعمال وطنيين لا غبار على ذمتهم. انما ما اقدرش استعين بناس مشكوكه في ذمتهم واشاركهم في مشاريع قوميه زي كده اهوت، وبالتالي بيؤدي الى تخريب المشاريع دي. فلازم لازم الاجهزه تشتغل على الناس دي. تحت التعديات يا دكتور خالد على الاراضي الزراعيه، وبنتكلم تقريبا على 50,000 فدان تقريبا من بعد 25 يناير. اكتر لا اكتر اثرت في الانتاج المحصول للبلاد. والله بص، هو الجيش هدم كتير، انما في ناس بس هو الهدم ده الارض هتزرع تاني؟ ما عادش ينفع بقى، كلها صبه وخرسانه وحديد لا ما عادتش تنفع، ما عادتش تنفع. وبعدين على فكره يعني انا كنت ماشي في المنصوره، لقيت فيلا اللي اتبنت ايام الثوره دي كانت لعنه على يعني خراب على مصر بطريقه غير عاديه. في ناس على الجانب الاخر، يعني مثلا كان عنده قراطين، كنت في الصعيد يعني، كان عنده قراطين، فجاه خد كل الارض اللي قصاده دي وزرعها حوض، ده حلو، حط ايده عليها. في ناس بقى الارض الخصبه الجميله اللي على الشارع فدادين وجوه الجبل وعرب وما تقدرش تخش لهم. حتى بيقول لك تعالى بيه واحنا نحميك، يعني خد الارض اللي انت عايزها اللي عايزها واحنا نحميك. في ناس بقى بنت فيلل وبنت عمارات على الارض ديت، بتيجي تبص تلاقي الحكومه لا دي ارض زراعيه، تدي له تدي له كام طوبه ولو عمود الخرسانه موجوده، او تشيل له دورين. يا جماعه مش كده، لا انا عايز اشيل من الجذور وغرم الراجل ده الارض دي ترجع زراعيه تاني. هترجع ازاي لا يهدها على حسابه ويتسجن. ايوه بس مش هترجع زراعيه، مش هترجع زراعيه، هي دي المشكله. خلاص يبقى يتسجن بقى عقاب، وتاخد المساله دي ترجع بور زي ما كانت تتحول. انما المحليات فيها مشاكل كبيره جدا، والعقاب قليل. امنع حدوث المشكله قبل ما تحصل، مش هدور على علاج للمشكله بعد ما تحصل. لا انا عندي مشكله كبيره جدا، عندي مشكله كبيره جدا ان انا لازم احط قوانين واحط ادوات تنفيذيه لتفعيل القانون، عشان الوقايه خير من العلاج يا جماعه. لو بيتكلم على الحاجه اللي بعد الثوره اتقامت، لا انا بتكلم على التعديات. تمام لكن ودلوقتي ما زالت التعديات موجوده في تعديات يا دكتور خالد. يعني قبل ما انهي الحلقه، يعني عايز اقول حاجه مهمه بصراحه يا اخوانا. احنا زي اللي بنلف في دايره مفرغه، مشاكلنا عارفينها وحلولها عارفينها، لكن لا بنحل، ولو حلينا لازم نسيب زي ما بيقولوا كده ديل صغير. يعني نتمنى ان موسم القمح يفوت بخير، وان الفلاحين اهالينا يتراضوا. هم مش هيحققوا مكاسب ولا حاجه، لكن يتراضوا. لكن في نفس الوقت لازم الدوله ولازم المواطنين يبقوا عارفين ان من يملك قوت يومه يملك قراره. احنا بنشوف دول دلوقتي، مش عايز اقولها بالاسم، رؤسائها بيتكلموا وفاتحين صدرهم. هم فاتحين صدرهم ليه؟ عشان عنده اكله وعنده شربه، ويقدر يقفل على بلده كده الصبح ولا يهمه سين ولا صاد ولا الدولة ولا. نتمنى ان يبقى عندنا الرؤية دي، مش هنمتلك قرارنا طول ما احنا بندور على رغيف عيش كل يوم الصبح. قصة رغيف العيش في مصر بصراحة، في دول لسه بتتكلم في رغيف العيش وطوابير. في نهاية هذه الحلقة من ملفات بتوجه بالشكر لضيفي الكريمين الدكتور خالد عبد العزيز عياد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الزراعية، والأستاذ عصام بدوي رئيس تحرير الأهرام الزراعي. وشكر لكل الزملاء في استوديو 2، وأخص بالتحية رئيس التحرير فارس عزام، ومخرج اليوم الزميل نصر العوادي. وكل الشكر لأسرة استوديو 2 مرة تانية، وكل الشكر لكل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم أنا دائما على خير. إيهاب اللودي، إلى اللقاء. القمح الليلة ليلة عيده، يا رب تبارك وتزيده. القمح الليلة ليلة عيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده.
لولي ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده. لولي ومشبك على عوده والدنيا وجودها من جوده. عمره ما بيخلف مواعيده، يا رب تبارك وتزيده. يا رب تبارك، يا رب تبارك، يا رب تبارك وتزيده. وتجابه أقوى تنظيم سري في العالم. انتبهوا لما يحاك لنا. كل اللي بيحصل ده احنا عارفينه متوقعينه واتكلمنا فيه وقلنا عليه من قبل 3/7. الكلام ده معمول عشان يكسر إرادة مصر. اللي ساعدكم واللي اداكم احنا شايفينه ومش هنسيبه. احنا مش هنسيب سينا، يا تبقى سينا بتاعت المصريين يا نموت. مصر بتخوض حرب وجود، ده معناه ان احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد. احنا قادرين نهزم الارهاب ونهزم المجرمين ونهزم القتلة ونهزم المخربين، وهنفضل نبني وهنفضل نعمر، عشان طول ما انتم كتلة واحدة هيصعب على اي حد يهز او يهزم البلد دي، ولن يستطيع احد باذن الله اللي يجري